اسمها بي اس 4، هي اسمها كده. البي اس 4 دي قالوا لي انها تحل جزء من الدخيله، مش عارف الاساسيات. المشروع اللي عجبني موجود. يلا 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 احنا بنعمل لا يا فندم، خلي حضرتك. احنا بنتكلم على مشاريع في العجمي تكلفتها 752 مليون. للاسف ابتدت في 2005، كان المفروض تنتهي في 2008 ما يبقاش عندكم مشاكل. احنا بنخلصها بحد اقصى 30/10 ده للكل. الفكره المشروع اللي عاملينه ده اللي ثمنه 752 مليون صح بالكامل ولا لا؟ لكن هنقعد نفتح، فاكيد هيشيل جزء من المشكله. انا اتمنى انه يشيل كل المشكله على 30/10. فالشارع ده فيه صرف، او الشارع ده فيه صرف مرتبط بان المشروع الاساسي اللي احنا هنفتح له اول حاجه رئيسيه فيه، يعني ممكن اعدي افتحه دلوقتي او بكره، اللي هو انفجر في الشارع، اللي احنا لما جينا نوصل تجارب ليه اللي هي عملت هبوط في الشارع من قيمه 3-4 ايام. كويس؟ المشروع ب 752 مفترض يوم ما اتعمل في 2005 انه يحل مشاكل العجل. لكن في كلام دلوقتي جايز نحتاج حاجه اضافيه، لكن حتى لو احتاجنا حاجه اضافيه هيبقى في جزء من الحل، ان في منطقه اتحلت مشاكلها. استحملوني، المشروع اللي كان بينتهي المشكله مش في كده، هنا وفي العمريه. ليه المشروع ده ما انتهاش في 2008؟ هو ده الموضوع. احنا بنحاول نخلصه 30/10 كله ان شاء الله. 30/10 الصوره هتبقى واضحه بقالنا ايه، او ربنا يكرمنا ويكون شل الموضوع كله. العمريه 15/9 بنخلص نفس الاجراء اللي كان عطلان سنين بنخلصه دلوقتي. انا ما جبتش فلوس كانت معاهم، بس كانت نسبه تنفيذ 30-40%، فانت بتيجي عشان تنفذها. سيبنا، مش هقول اصبر، هي 30/10 اللي خلاك تصبر من 2008 المشروع ما يتنفذش، خليك تستقبله مني ان شاء الله في 30/10. هذا بقى بالتاكيد هيشيل جزء من المشكله، يا رب يشيل المشكله كلها. قوي ده قوي. انا بدي رئيس الحي فين؟ جاي ورا ساعات. انا بدي رئيس الحي 4 مدمجه و4 دافوري فورا يدخلهم لحضرتك، فورا يبقى عند حضرتك. وارمي لي تليفونك، اكتب تليفونك وارميه اللي ورا الشغل هيكمل معاك انك عملت.